السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر واشم مدير قناه تعلم تي في. لو رجعت حوالي كام سنه ورا كده، من حوالي 20 سنه 30 سنه 40 سنه، كان في صعوبه في الوصول للمعلومات، او ان انت عايز تتعلم حاجه، او ايا كان الكورس اللي انت عايز تاخده او المهاره اللي انت عايز تتعلمها. كان الاول ان انت بتجد صعوبه في الحاجه دي، وكنت بتدفع فلوس وكمية فلوس كبيرة جدا علشان تقدر ان انت تاخد الكواليتي والجودة الكويسة بتاعت الكورسات، او سواء كان المهارة او ايا كان الحاجة اللي انت نفسك تتعلمها. ولكن دلوقتي لو جيت عملت زوم على الحاجة، او ان انت جيت تقرب الحاجة دلوقتي، هتلاقي كمية حاجات دلوقتي متاحة لك ان انت تقدر تتعلم اي مهارة واي كورس في ايا كان المجال اللي انت عايز تتعلمه ببلاش. ولكن ان انت تيجي تقول لواحد اتعلم مهارة، او اتعلم مونتاج، او اتعلم برمجة، او اتعلم لغات، بيجي يحسسك ان الحاجات دي لازم ان هو يدفع فيها فلوس. ولكن الحاجات دي دلوقتي بقت متاحة ببلاش. فالفكرة اللي انا عايز اقولها لك من الفيديو ده، ان انت دايما لو عايز تتعلم ايا كان المهارة اللي انت عايز تتعلمها، هتتعلمها ببلاش. سواء كان مونتاج، سواء كان برمجة، سواء كان لغات. الحاجات دي الأول زي ما قلت لك في بداية الفيديو، لو رجعت 40 سنة أو 30 سنة ورا، هتجد صعوبة في إن أنت تجد المعلومات دي بالكواليتي الكويس. ولكن دلوقتي الحوار بقى فري، من غير فلوس خالص. يعني أنت تقدر تتعلم أيا كان الحاجة أنت تتعلمها أونلاين في البيت، سواء كان من التليفون اللي انت بتشوفني منه، سواء كان معاك لاب، سواء كان معاك تابلت، ايا كان الوسيله ان انت قادر تتعلم بيها هتتعلم بيها. ولكن انت بس الفكره ان انت تاخد الستيب 1 الاول، ان انت تاخد الخطوه الاولى الاول. لازم تاخد الخطوه الاولى. الخطوه الاولى دي مش هتتاخد غير لما انت اللي تكون عايز تاخدها. محدش هيجي يقول لك خد الحاجات اللي انت نفسك تتعلمها اهي. مفيش واحد هيجي يقدم لك الحاجه اللي انت نفسك تتعلمها ويقول لك خد. لان بص، من الاخر مفيش حد بيحب الخير لحد. يعني مفيش واحد هيحب ان انت تكون احسن منه في حاجه، او ان انت سوق العمل بتاعك احسن منه. يعني انت دلوقتي هات اتنين، واحد معاه مهارات وحاجات كتير جدا عايز يتعلمها، وتعلمها بالعكس ده، وتعلمها وتعب فيها لغايه لما وصل لها. وواحد تاني اخد الشهاده بتاعت الكليه بتاعته ومعتمد عليها. مين اللي لما تقدم السي في بتاعك مين اللي هيتقبل؟ بديهي الشخص اللي معاه كورسات ومعاه كواليتي، جوده كويسه ان هو يقدر يشتغل بيها. فالفكره ان مفيش واحد هيجي يقول لك والله اصلا في ويب سايت معين او موقع معين تقدر تتعلم منه كذا، او مفيش والله كورس معين تقدر تتعلم منه كذا. انت اللي قادر تدور، وانت اللي قادر تشوف نفسك انت مهارتك ايه. انت كويس في ايه؟ كويس في المونتاج، اتعلم مونتاج. كويس في البرمجه، اتعلم برمجه. كويس في تعلم اللغات، اتعلم لغات. الحاجات دي دلوقتي بقت اساسيه زي الاكل والشرب دلوقتي. يعني لو الاكل والشرب 100%، فالمهارات دي كمان 100%. يعني ما يغركش ان احنا بقينا في 2023 ولغايه دلوقتي لسه ناس ما اتعلمتش مونتاج، او ما اتعلمتش برمجه، او ما اتعلمتش انجليزي، او ايا كان اللغه اللي انت نفسك تتعلمها. يعني دلوقتي انت في سوق العمل لازم حاجه من الحاجات دي تفتح لك بس مجال كويس ان انت تشتغل فيه. فلازم تعرف ان سوق العمل دلوقتي بقى مش متاح على الشهاده، لا، متاح دلوقتي كمان ان انت يكون معاك مهاره. مش مهاره يدويه او مهاره حرفيه، لا، مهاره ان انت تقدر وانت داخل يعني داخل ان انت تعمل انترفيو او حاجه، ان انت داخل مطمن ان انت معاك مهاره، قادر ان انت تخلي الشخص اللي بيعمل لك الانترفيو ده يبصم ان انت لا، ده انت كويس، انا اللي عايز ده، انا عايز الشخص ده انا محتاجه معايا. وساعتها هيقدم لك الفلوس اللي انت نفسك تحطها. يعني انت تتعب دلوقتي، هتلاقي بعد كده الفلوس هي اللي بتجيلك، مش انت اللي بتروح الفلوس هي اللي بتجيلك، لانك معاك امكانيه او معاك مهاره هي اللي بتحركك. الناس اللي عايزاك، الناس عايزه المهاره دي. فتعلم من دلوقتي في السن ده، والحاجات دلوقتي بقت فري. اتعلم مهاره تخليك في سوق العمل كويس وقوي. اشوفك على خير. السلام عليكم.